كابتن وش تقول لأسامة بس؟ وش تقول لأسامة؟ اقول له اسامه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، ربنا ان شاء الله بيوفقه ان شاء الله، وبيجلس ان شاء الله على كرسي من هالكراسي ان شاء الله باذن الله بعد تحقيق ان شاء الله تاهل لكاس العالم. باذن الله ان شاء الله سيتاهل ان شاء الله. انت كابتن وين اختفيت؟ انا والله موجود في الاتحاد السعودي. نعم. انك تمتنع عن اللقاءات الاعلاميه وجالس تشتغل ودنا الناس يشوفون شغلك. دائما الانسان اللي يكون يعني شغلي مع اللجنه الفنيه، يعني مع المدربين مع الاشياء هذه، لكن دائما متواجدين وفي خدمه الاتحاد السعودي في اي وقت، يعني مع المدربين في اسئله معينه، في اشياء كثيره جدا تهم المنتخب السعودي. كابتن ناصر بالتاكيد العمل جميل جدا خلال الفتره الاخيره خاصه من الناحيه الفنيه، وانت كفني ما رايك بعمل الجهاز الفني بالنسبه للمنتخبات السعوديه والمنتخب السعودي الاول؟ الحقيقه في البدايه يعني احنا نشكر الاتحاد السعودي على هذه الخطوه الحقيقه اللي عملت هذه الكراسي الحقيقه اللي موجوده، لانه اللاعبين الان المتواجدين في المنتخب السعودي سيبحثون عن هذه الكراسي حتى ان شاء الله يحققوا انجازات دوليه ويجوا يجلسوا على هذه الكراسي ان شاء الله باذن الله. الاتحاد السعودي له دور كبير جدا ان شاء الله في تاهل المنتخب السعودي، شكرا للاتحاد السابق الاستاذ احمد عيد، وشكرا لعادل الان وادارته الان على هذا الاهتمام بالمدرب الوطني، الاهتمام بالمنتخب بهذا الشكل الجميل، تهيئه الاجواء للمنتخب السعودي حتى يحقق ان شاء الله الخطوتين اللي باذن الله ان شاء الله ستؤهلنا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله.